عن أحد أئمة أهل البيت عليهم الصلاة والسلام ينقل الإمام عليه السلام حديثا قدسيا أن موسى على نبينا وآله عليه الصلاة والسلام سأل الله سبحانه وتعالى قال إلهي، مضمون الحديث ولعله نص الحديث، من أبغض الخلق إليك، أو من أبغض عبادك إليك؟ الجواب من الله سبحانه وتعالى في هذا الحديث القدسي: جيفة بالليل وبطال بالنهار. الكل نايم. هذا تشبيه. الجيفة، الجثة الميت الجايفة، هاي ما تتحرك من مكانها، هذا هم من يصير الليل كله نايم، لا صلاة لا عبادة لا مطالعة لا تأمل لا استغفار لا تفكر. وبالنهار شنو شغله؟ بطال. أبغض العباد، نعوذ بالله. أحيانا هسه هاي المرتبة، هذا الأبغض، فد مرتبة أقل من هذه المرتبة، قسم من الليل جيفة وقسم من النهار بطال، هذه هم فد مرتبة. أمر دائر بين الوجود والعدم، مراتب هذا. بالمقدار اللازم لبدنه ينام أكثر من ليش نام؟ صار الليل، خلي الليل. وبالنهار ليش يكون بطال؟ الإنسان دقيقة من حياته، دقيقة واحدة لازم لا يكون بطال. طبعا مع ملاحظة التزاحم، أنا بحثي مو بباب التزاحم، لا شك أن هناك أحيانا الإنسان يحتاج إلى استراحة، هاي مو اسمها بطالة أصلا. البدن بحاجة إلى استراحة، وإن لبدنك عليك حقا. بدن على الإنسان حقا. إذا الإنسان ما أعطى حق البدن ما يقدر يشغل البدن في تقوى الله، ما يقدر يشغل البدن فيما يرضي الله، فيما أمر الله. هذا ما يسمى بطال، هذا حق البدن. أما أكثر من ذلك: جيفة بالليل وبطال بالنهار.